طيب يا جماعة، الفيديو المرة دي مختلف شوية. أنا عايز أتكلم عن مسلسل وشخصيات محبوبة جدا لقلبي وقلب أغلب الشعب المصري. أنا بتكلم عن وكالة البلح، يعني أول قصة حب ابتدت بطبق كشري فعلا. الجملة اللي بيستخدموها في محلات الكشري للدعاية، وهي جملة ناجحة فعلا. يعني الكشري فاطمة. مسلسل لن أعيش في جلباب أبي بشخصياته عبد الوهاب وسنية وبهيرة ونوفا ونظيرة والمعلم إبراهيم سردينة وابنه والمعلم سالم أبو خيشة ومعلمين الوكالة، الوزير وولده نبيل وأسرته، سيد كشري واخته بنت فاطمة، والشخصية الأهم والأقرب للقلوب الحاج عبد الغفور البرعي، أكبر تاجر خردة فيك يا وكالة بلح. في حالة ان انت ما اتفرجتش على المسلسل ده او سمعت عنه، ودي حاجة نادرة شوية في مصر، بس ما علينا، ممكن نلخصه سريعا كده. اولا بنبدأ بعبد الغفور البرعي اللي جاي من طرف الشيخ حنفي العنبري بأمارة الكوارع عشان يشتغل عند المعلم ابراهيم سردينة. وفعلا بيبدأ شغل عبد الغفور وبيجتهد ويجد في الشغل بتاعه، وبيتعرف على ناس كتير ومنهم الفيلن بتاعنا الريس سيد، وناس تاني طيبين وهيساعدوه زي سيد كشري واخته فاطمة كشري. ويا الله على اللي هيحصل بعد كده. بيشتغل عبد الغفور اكتر واكتر واكتر عند المعلم ابراهيم سردينة ب 125 قرش، وده بالنسبه لحالته وقتها مبلغ كبير جدا. بس ميزه عبد الغفور فعلا انه كان بيسال ويتعلم ويسمع، غير الطموح الكبير اللي كان عنده. فكان بيجمع الخرده من بياعين الربابيكيا وينزل في يوم اجازته ويبيع، وهكذا وهكذا وهكذا. وطبعا حصل له مواقف كتير منها الحلوه، زي الشقه اللي خدها ايجار لانه ما كانش ليه مكان يسكن فيه بمساعده سيد كشري واخته طبعا فاطمه. ومواقف تاني وحشه زي طرد محفوظ ليه من الوكاله وتحريض من الرئيس سيد طبعا. ولكن اصرار عبد الغفور كان كبير، وتوفيق ربنا ليه كان اكبر. حتى بعد الموقف اللي حصل له واترمى في المستشفى، والحرامي اللي حاول يسرق فلوسه وهو مش موجود، ربنا وقف له ولاد الحلال. بيقوم عبد الغفور من المستشفى واول حاجه بيعملها هو انه بيمضي عقد وكانه الجديد. ومن هنا بتبدا امبراطوريه المعلم عبد الغفور البرعي. المعلم عبد الغفور حتى لما وصل وبقى معلم كان طموحه وخبراته وذكائه اكبر من كده بكتير، وحتى وهو معلم كبير لسه بيتعلم، لسه بيسال. ودي ميزه المعلم عبد الغفور واللي ميزته عن كل تجار الوكاله، انه بيتعلم من الكبير والصغير وبيسال اكتر واكتر عشان يتعلم اكتر. نعم كان احيانا بياخد راي رجالته وبيعمل اللي في مزاجه زي ما هو قال، وقبل ما بعمل اي حاجه بشور عليكم. وايه الفايده ما دام انت في الاخر بتمشي اللي في مخك، لان اللي في مخي هو الصح يا فهيم. يبقى خلاص ما تاخدش رايك. ما انا ما بعرفش ان اللي في مخي هو صح الا بعد ما بسمع كلامكم. بس ده ما يمنعش اللي احنا قلناه من شويه، ان فعلا هو بياخد راي الناس وبيسمع لهم. فضل المعلم يجازف ويكبر ويتعلم لحد ما وصل انه اكبر تاجر فيك يا وكاله بلح، ومعاه حوالي 4 عمارات وفيلا غير المصانع. ربنا يزيده يا عم. بس الكلام ده ما جاش من فراغ، ده جه بعد تعب وشقه وخبرات سنين. حكايه بقى بيت المعلم عبد الغفور البرعي دي حكايه تانية خالص، حتى مع بناته وجوازاتهم، واولهم سنيه اللي ارتبطت بواحد غشاش جشع مع انه ابن وزير من طبقه تانية خالص. شخصية نبيل ابن الوزير وعائلته فيها كمية طمع وبجاحة مش طبيعية. وطبعا الجوازة دي كان محكوم عليها بالفشل. نيجي لنوفا اللي اتجوزت ابن خالها خضير، وحرفيا ممشياه على عجين ما يلخبطوش، ولا حول ولا قوة له. بهيرة وابراهيم سردينة اللي فعلا كان حب بس من طرف واحد وحب تاني للمصلحة، ولكن الموضوع اتصلح بعد كده. وعلاقة نظيرة وحسين صديق الطفولة بالنسبة لعبد الوهاب، اللي فعلا دي من انظف واحسن العلاقات اللي انا شفتها في المسلسل كله. علاقة مبنية على صدق وحب واجتهاد. نيجي بقى لعبد الوهاب، وده عالم تاني خالص. عبد الوهاب حرفيا هو مش فاهم عايز ايه، ولا احنا فاهمين هو عايز ايه. هو كل اللي هو عايزه انه يبقى بعيد عن ابوه، اسمه ما يرتبطش بيه، مع ان ده غلط. انا شايف انه مش عيب لو عيلتك فعلا مقتدره وتقدر تساعدك، بس عمرك ما هتنجح الا لو انت انسان فعلا طموح. عموما زي ما قلنا عبد الوهاب ولا احنا ولا هو فاهمين فعلا هو عايز ايه بالظبط. هدرس في الهندسه؟ لا، ما بقاش جنب ابويا او اخرج اشتغل معاه. ادرس في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه؟ مش عاجبني؟ لا، اروح طالع بره البلد، اقعد كده كام سنه حلوين ادرس بس من غير اي شهاده وارجع تاني بخيبه الامل. اتجوز من اهلي وناسي او من مصر عموما؟ لا، اتجوز واحده خواجايه ولا انا ولا هي فعلا متفقين مع بعض. لحد بعد الكلام ده كله جت المواجهه الملحميه بينه وبين الحاج عبد الغفور، اللي فيها كل واحد طلع فعلا اللي جواه، واستعاد عبد الوهاب رشده تاني ونزل من على الحاج وكبر وبقى المعلم عبد الوهاب بالفكر الجديد. اي نعم اعتمد على ابوه، ولكن فعلا هو عداه واتجوز من بنت خاله. بنت فاطمة. لا مش دي. الصراحه مسلسل لن اعيش في جلباب ابي بالنسبه لي مسلسل متكامل، ملحمه. هو مسلسل مصري فعلا ومليان قيم ومبادئ رائعه، وهي متعارف عليها في كل بيت مصري. عشان كده انا بحبه مع اني مش من نفس جيل المسلسل. شكرا على المشاهده وسلام.